تفتكر لو الاهلي النهارده ما كانش بيلعب بشوبير كان هيقدر يطلع بالنقطة؟ السلام عليكم، اهلا بيكم. النهارده هنتكلم عن ماتش الاهلي وشبيبة القبائل. الماتش طبعا خلص 0-0. الاهلي خلاص اتأهل، ولكن الاهلي ما انتصرش. بداية سيئة. اول تلت ساعة عبارة عن ضغط من فريق شبيبة القبائل. كان طبيعي ان الفريق هيضغط لان الفريق سيء جدا في الدوري وسيء جدا في بطولة افريقيا، وطبعا بيلعب على ارضه وسط جماهيره، ده طبيعي ان هو يبدأ ضاغط. انما اللي مش طبيعي بجد هو المستوى المزري اللي دفاع الاهلي، والمستوى المزري لبقية الفريق كله. الوحيد اللي كان واقف على رجله هو مصطفى شوبير. خط الدفاع كان كارثي. وسؤال لمستر تورو: هل كوكا أحسن من بالعمري مرعي وياسر إبراهيم؟ إيه الهدف منها؟ الاتنين لعيبة غشيمة جدا ومفيش مخ بيلعبوا بيه. الاتنين عبارة عن لعيبة بتكسر يا جماعة، دي مش لعيبة كورة حقيقي. الأهلي محتاج مدافع يطلع بالهجمة، حد شبه محمد عبد المنعم. محمد هاني بينقذ هدف أكيد، الكرة من على خط المرمى ملهاش حل. الكرة خبطت في رجل محمد هاني وطلعت ركنية. بس هل معنى كده ان محمد هاني كان جيد في الشوط الاول؟ من وجهة نظري محمد هاني بدأ يخلي الناس تقيم بطريقة جديدة جدا، اللي هو انت عارف ان هو كده مش هيعمل حاجة، فمجرد ما بيعمل لقطة واحدة انت بتعتبرها ان هي ده يعمل مباراة كويسة بمقياس محمد هاني. وده شيء غريب جدا. الناس دلوقتي بتقولك احسن باك يمين في مصر، على اي اساس مش عارف الصراحة. خط وسط الاهلي على الورق هو جيد جدا. المفروض ان انت عندك 6 اللي هو مروان، و8 اللي هو ديانج، وقدامهم محمد علي بن رمضان رقم 10. ارض الواقع الاداء كان وحش جدا. وسط ملعب الاهلي كان متاخد منه طول المباراة. شفنا مروان بيحاول، ديانج واضح فعلا ان هو ستايله مش ستايل الاهلي. الراجل فعلا مقيد ومش عارف يلعب كرة مع الاهلي خالص. واعتقد ان مصلحة ليه ان هو يروح فالنسيا. اكيد هيشوف اداء احسن من كده، واكيد هنشوف منه مستوى اعلى من كده بكتير. بن رمضان تايه جدا. بن رمضان في التوهان. الراجل كلنا قلنا ان مش بيلعب مكانه رقم 8، وان هو هيظهر باداء احسن لو لعب في مكان رقم 10 كصانع العاب. النهارده لعب كصانع العاب. بدني بتاعه واقع جدا. مفيش كورة، مفيش ربط ما بين الخطوط، مفيش تحركات، وحتى الكرة اللي جات له في اخر الماتش شاطها في السماء. سيء جدا محمد علي بن رمضان. اصابة تريزيجيه، كلنا شفنا تريزيجيه وهو في الطيارة، وكان راجل واضح ان هو مش جاهز، وكان الراجل بيعمل استشفاء وبيحاول. تريزيجيه تقريبا بيلعب كل الماتشات سواء مع الاهلي او مع المنتخب. مجهود بدني رهيب، وكان واضح ان كده كده هيجي عليه الدور في الاصابات. تريزيجيه اتغير بعد 25 دقيقة بشد في العضلة الخلفية، نفس إصابة زيزو، وغالبا هيغيب حوالي شهر زي زيزو برضه. وبالمناسبة مروان عطية محتاج يريح لأنه ممكن يتعرض لنفس الوضع. مروان برضه يا جماعة على طول هو اللي بيلعب وعلى طول ما بيريح، فوارد جدا إن هو يتصاب. أحد مغالطات مستر تروب إن هو بيلعب ببن شرقي جناح يمين. ليه بن شرقي جناح يمين؟ الراجل مميزاته كلها بتبان لما بيلعب في الوينج الشمال، بس بن شرقي برضه عليه اللوم في الموضوع ده. مفيش حاجة تخليك تلعب بأداء سيء جدا للدرجة دي حتى لو ما بتلعبش في مكانك. بن شرقي لعيب مزاجي، وكلنا عارفين الموضوع ده من أيام ما كان بيلعب في الزمالك، ومعروف إن هو لعيب بيلعب على حسب الكيف. بس مش لدرجة إن أنت لو لعبت في غير في مركزك تطلع بالأداء السيء ده. بصراحة كان أداء غريب منه جدا. وبحس إن بن شرقي بصراحة في الأهلي إن هو الراجل ما عندوش حاجة يعملها، يعني ما عندوش حاجة يلعب عليها. يعني لا هو زي زيزو وإمام محتاجين يثبتوا نفسهم وياخدوا أعلى عقد والكلام ده، ولا هو أي حاجة. هو مكبر دماغه، أنا موجود بلعب مش بلعب باخد فلوس والدنيا تمام. تحسه يعني الراجل خلاص بيقضي أيامه الأخيرة في الملعب يعني. سؤال لمستر تورو: ليه طاهر أول تغيير دايما؟ هل عشان هو دفاعيا قوي؟ الصراحة إن احنا شفناها النهاردة لا. طاهر لا ليه دور دفاعي ولا ليه دور هجومي، فليه دايما هو أول تغيير؟ الراجل نزل مكان محمود تريزيجيه المصاب، وطبعا لعب وينج شمال. وبرضه ده سؤال، يعني ليه بقى؟ يعني طالما انت خلاص الراجل تريزيجيه اتصاب اللي هو منعك انك تلعب بن شرقي وينج شمال، كنت وديت بقى بن شرقي شمال وخليت طاهر يمين وخلاص.
على الاقل لو مش هتستفيد من طاهر يعني هجوميا وكده، استفيد منه دفاعيا، واستفيد من بن شرقي ان هو يكون في المكان اللي هو بيفضله. مروان عثمان او مروان اوتاكا بيحاول، راجل بيسعى. انا قلت شبهته قبل كده بباسم مرسي في اول موسم ليه مع الزمالك، بيحاول بس هو لسه طبعا ما جابش اهداف. وطبعا المهاجم راس ماله التهديف، يوم ما هيسجل الدنيا هتشتغل معاه. كيموش نزل النهارده، هل كيموش جاي عشان يبقى هو اساسي على مروان اوتاكا، ولا الراجل هيكون بديل ليه بقيه الموسم؟ ده سؤال محتاج يجاوب عليه مستر توربو الفتره الجايه، لان كيموش نزل تقريبا ما لمسش الكوره، يعني بيحاول بس ما فيش يعني. الاهلي حاول في الشوط التاني، بعد ما طبعا كان الشوط الاول كله عباره عن دفاع مفتوح، والناحيه الشمال بالذات بتاعه الاهلي بتاعه كوكا دي كانت مستباحه جدا، وكان كل شويه هجمات منها. شبيبه القبائل كان بيبني الهجمه من ورا من عند زين الدين بالعيد، وبيحاول طبعا يطلع ويلعب عرضيات. ده كان الهدف الاساسي من الفرقه يعني، او كان ستايل اللعب اللي هم ماشيين عليه. شفنا في الشوط التاني نزل بيكام ونزل كريم فؤاد مكان بن شرقي وكوكا، وتحولت الطريقة أقرب ل5-4-1. وطبعا في آخر الماتش شفنا كيموش نزل مكان بن رمضان. تغيير أصلا كده كده بن رمضان كان سيء جدا، كان محتاج يتغير قبل كده بكتير. وحتى في الآخر حسين الشحات نزل مكان مروان أوتاكا، طبعا ده كان في آخر الماتش. زي ما قلنا إن الناحية اليمين لفريق شبيبة القبائل هي اللي جت منها الخطورة كلها، وعشان كده بن حميدة الباك اليمين بتاعهم كان الأعلى تقييما في الفريق. الحارس مرياح كان مرتاح، تقريبا ما راحتلوش كور، ما حسيناش بيه. ولو مخيوس ولو محيوس كان مهاجم محظوظ، كان ممكن يسجل النهارده وفريقه يفوز. شوبير يعتبر نجم المباراة. وسؤال، هل بعد كل الأداء ده ينفع نقول إن شوبير هيبدل تاني مع الشناوي؟ شوبير طلع كرة في آخر الماتش، الكرة اللي هي الركنية اللي طلعها بالهيد دي بعد ما اتلعبت بالهيد، كرة بصراحة يعني تصدي تاريخي الصراحة. هل ينفع الراجل يبدل تاني؟ وليه يبدل أصلا؟ الراجل خلاص خد الثقة، وواضح جدا إن اللعيبة واثقة فيه، وهو بيدي أمان للعيبة. ليه تبدل مع الشناوي؟ وهل ده مش هيبقى إحراج للشناوي بعد الأداء الجميل اللي شفناه من مصطفى شوبير ده؟ لو الشناوي مثلا أخطأ في كورة ولا حاجة، مش هيبقى إحراج لمحمد الشناوي؟ شبيبة القبائل ليه تقريبا 6 تسديدات مقابل تسديدة واحدة على المرمى الأهلي، وده يبين لك قد إيه إن الأهلي كان سيء النهاردة. الأهلي كان سيء لأن حتى فريق شبيبة القبائل ده هو أضعف فريق في المجموعة. الفريق ده مسجلش غير هدف واحد، كان في ماتش الذهاب بتاعه قدام الأهلي، الماتش اللي خلص 4-1. الفريق ده يا جماعة 3 ماتشات على أرضه، ال3 تعادل فيهم 0-0. يعني الفرقة واقعة جدا، وفي الدوري الفرقة بتنافس على الهبوط، فرقة في الضياع. الجماهير واضح ان هم حتى مش يعني قلب على الفريق، والدنيا بايظة عندهم. حتى الجماهير كانت بتزوم على اللعيبة لما بتباصي كورة لورا، واضح ان الدنيا خربانة. الأهلي تقريبا اتأهل بأسوأ أداء ممكن لفريق يعني، وسبحان الله الأهلي متصدر المجموعة يا جماعة. طبعا هي حظوظ يعني. في الأخير أتمنى الفيديو يعجبك، ولو عجبك ما تنساش تدوس لايك وسبسكرايب، والسلام عليكم.